بناتي يا بنات وأمهاتي وأخواتي الغاليات، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال. عواشركم مبروكة وتدخل عليكم هاد العواشر وإن شاء الله بالصحة والهنا ومغفرة الذنوب، وبكل ما تمنى خاطركم إن شاء الله يتحقق لكم في هاد العواشر. اليوم إن شاء الله بغيت نعرفكم بمشروعي الجديد. أيه، بين يوم وليلة صبح عندي مشروع. غير كنضحك معكم، وإنما هاد المراشم ديال الكعك الوجدي انا خدمتهم طلبا لاخوات كتار كتار اللي كيدخلوا عندي سواء من قناه اليوتيوب ولا من قناه الفيسبوك، كيخليو لي تعاليق وكيخليو لي ميساجات في الواتساب على حساب هاد المراشم. فكنت بارطاجيت معكم اول مره هاد المراشم في الكعك الوجدي اللي قدمته لكم من 5 سنين، ومن ديك الوقيته كل مره كيجيني طلبات على هاد المراشم، وكذلك المهم كل عام كنبارطاجي معكم هاد الكعك الوجدي. فاخوات ملي سمعوني انني قلت بانه انا اخترعت هاد المرشم كيدخلوا عندي يصحاب ليهم انني انا كنخدمهم بيديا، لكن اكيد لا. المهم راه كاين بحالهم في الاسواق، لكن راهم اخوات كتار كذلك قالوا لي خديناه من الاسواق ملي شفناك درتيه في الفيديو، خداوه من الاسواق لكن ما صدقش ليهم، ما كيقطعش ليهم نيشان. وفعلا دوك نتاع الاسواق راه غير سلاكيين، غير خدموهم وصافي، ولكن ما مجربينش. هادو الفرق بينهم وبين تاع الاسواق، هادو مخدومين بعنايه طبعا. اكيد دوك السنينات كيقطعوا كيف ما غادي تشوفوا ان شاء الله في هذا الفيديو، وكل شيء مهم صادق بحال الا راكم تخدموا بالمرشم ديالي اللي وريته لكم. خفا زربان غادي يكون عندكم الكعكه مرشومه بدوك السنينات. يا سلام. فمن قلت لكم انه انا اخترعت هاد المراشم غادي نفهمكم كيفاش، رغم انه كنقولها زعما في كل فيديو باش الانسان يفهم نيشان، غير شنو هي شي مرات الانسان ما كيستلغاش لكاع الكلام. انا ملي قلت اخترعت هاد المراشم من سنين طويله جاتني الفكره في البال، لانه كنت كنخدم الكعك الوجدي بكثره. فكنت نقول يا ريت لو كنلقى شي حاجه يعني هكا اللي ترشم لي دوك السنينات بلا ما نبقى انا يلا يلا بالموس وحبه بحبه. وجاتني الفكره، مشيت اكيد عند السيد اللي مختص في هذا الشيء نتاع القصدير، واللي كنوجه له تحيه كبيره من هذا المنبر. فداك السيد مشيت عنده وقلت له هاو شنو بغيت هاو شنو بغيت هاو شنو بغيت، واكيد خديت معايا واحد الكعكه في يديا باش يفهمني مزيان. فالمهم اكيد درت واحد الكرسي قدامه وبقيت جالسه معاه، وكنقول له بغيت واحد السيركل، دير لي سيركل، دير لي فيه سنينات، دير لي. وهو صافي فهم الفكره. فملي خدم لي داك السيركل لاول مره خديته مشيت طايره به بالفرحه للدار، لكن ملي جربته الصراحه ما قطع ليش. ورجعت عنده المره الثانيه وقلت له ها فين الديفو ها فين الديفو، صايب لي هكا هكا، صايبهم لي كذلك. مشيت للدار ما صدق ليش. للمره الثالثه مشيت عنده وقلت له شنو بغيت ها كيفاش دير لي، قطع لي مدوك السنينات. يعني انا كنت عارفه باللي راه يقرب في النتيجه، لكن مازال ما طاح فيها نيشان. والحمد لله من بعد بقيت ما نستغناش على هذا المرشم الصراحه. وفر عليا وقت ومجهود كبير، كيف ما شفتوا هكا كندير كنخدمو في رمشه عين، ما نبقاش عاد نتراسي انا بالموس. فبالنسبه للاخوات ربات البيوت ولا سواء اللي كيخدموه سير كوموند ولا في المخبزات، فبدل ما تضيعي الوقت بالموس انك تقطعيه وداك الشيء، المهم انا تلبية ليكم نتوما ملي طلبتوه مني بكثرة فقلت علاش لا ما نصايبش واحد الكمية، ونكون انا يعني مجربه وعلى ضمانتي غادي تصدق لكم ماشي بحال نتاع السوق. فإلا كنتو باغيينو بنات تواصلوا معايا على الرقم الظاهر في الشاشه، هذا هو رقم الواتساب نتاعي. غير شنو هي نطلب منكم واحد الحاجه، ملي تدخلوا خليو لي ميساج كامل، يعني سواء فوكال سواء بالكتابه، قولوا لي باللي بغينا المرشم ديال الكعك الوجدي، ها فين المدينه، ها هو الاسم. يعني المعلومات راهم عندكم نتوما هنا في الفيديو، وانتم حاولوا انكم تريحوني في الميساجات. علاش؟ لان شي مره الانسان كيقول غير السلام، من ترضي عليه السلام يقعد عاود شحال المده باش يرد عليه، كنتي كذلك تقعدي شحال باش تردي عليه، والوقت ضيق وكثرت لي ميساج اكيد ما غاديش يقدر الانسان باش يدير الواجب. المهم نتوما خليو لي ميساج كامل بالاسم، قولوا لي زعما بغينا العدد كذا، المدينه كذا،
الاسم ها هو، الكمية كذا. وبغيت نقول لكم بالنسبة للمدينة، مثلا أي مدينة كانت، مراكش كانت، الدار البيضاء كانت، لأن كيتواصلوا معايا وحتى من أوروبا كيقولوا لي ملي نجيو مثلا في العطلة ناخدو عليك هاد المرشم واش تقدري تكوني وجدتيه لنا. فداك الشيء علاش جاتني هاد الفكرة، لأن أخوات طلبوه مني كأخت، يعني كيقولوا لي تخدميه لنا على ضمانتك، وحنا ملي نجيو مثلا نصيبوه ونعرفوا أنه باللي صادق 100%. المهم انا الا كنتو مثلا من مدينه مراكش وكانت عندكم تما الجيران ولا كان عندكم الصديقات ولا العائله، فمن الاحسن انكم تجمعوا واحد لا كونتيتي باش هكا ثمن التوصيل ينقام لكم يعني رخيص، لان التوصيل غادي يكون على حسابكم زياده على ثمن المرشم. هادشي بالنسبه للاخوات اللي بعاد. اما اللي مثلا في نفس المدينه فهادوك غادي ندير معاهم مثلا الا نزلت انا مثلا لبني جديد ولا شي حاجه، نديه ليهم، نتفقوا على الوقت وداكشي، ولا هما يقدروا مثلا يجيو عندي ونعطيه لهم. هادشي اللي كاين. المهم اخواتي، هذا هو المرشم ديال الكعك الوجدي، خطير الصراحه، كيوفر علينا مجهود كبير، ونتمنى انه اي وحده خداتو غادي يعجبها وغادي يدوم معاك، لانه كما قلت لكم انا سنين طويله وهما عندي نفس المراشم، 3 خدمتهم. من بعد ما صدق لي الاولاني زدت 2، خفت لا يتهرس لي ولا شي حاجه. فبكل امانه لغايه هاد الوقت وهما عندي، ما عدا واحد اللي طارت له واحد السنينه، راني ناويه ان شاء الله ناخذها للسيد وهو يسوديها لي. هادشي اللي كاين. المهم هذا هو الفيديو. غادي تقولوا لي ثمن البيع. فثمن البيع اخواتي غادي يكون ب 30 درهم. القطر نتاع الدائره 9 سنتيم، غادي تجيكم متوسطه بحال الكاك اللي غادي تشوفوه معايا في هذا الفيديو. وبالنسبه للوصفه اكيد غادي نخليها لكم من بعد هذا الفيديو، يعني متلاصقه معاها. علاش؟ انا كنت بغيت ندير لكم فيديو موالي بالوصفه، لانه ديجا حطيتها شحال مره وما نبدلش ديك الوصفه، واخوات راهم عارفين اللي جربوها كيفاش دايره الوصفه، انه شي حاجه كتحمق تحمق. انا غادي نخليها لكم من بعد هذا الفيديو باش تقدروا تلقاو الوصفه بسهوله، لان كاين اللي ما كيعرفش يقلب على الوصفات في اليوتيوب باش يجبد مثلا وصفه الكعك الوجديد نتاع قناه شاف ملاك. فعلى داك الشيء قلت انني نلصقها لكم مع الفيديو. هذه هي، خليت لكم الراحه، وما تنساوش انكم تلايكيو الفيديو وتبارطاجيوه مع الاحباب باش يوصل لعدد كبير من الناس. وإلا عجبتكم الفكرة وشفت أنا الإقبال عليها وشفت أن هاد المراشم تسربات بطريقة زوينة، فأكيد غادي نعاود نخدم بهم ونعاود اللونسيه في القناة باش هكا الأخوات يتواصلوا معايا وياخدوا هاد المرشم اللي عجبكم. هذا ما كان، خليت لكم الراحة. غادي نخليكم دابا مع فيديو الكعك الوجدي بزوج وصفات. كاينه الوصفه الاولى اللي كتكون بالدقيق الابيض، يعني الوصفه العاديه، لكن الوصفه الثانيه هي اللي كنت كنخدم بها ديكوموند. وشنو نقول لكم، درت ليها اضافه بلمساتي من سنين طويله وانا كنخدمها. كيكون فيها الدقيق المحمر، فداك الدقيق المحمر البنات كيعطيها واحد اللذه خطيره. وما نكرش انه حتى اللي مخدوم بالدقيق الابيض راه زوين وبنين، ولكن الصراحه ديك اللمسه نتاع الدقيق المحمر للعجينه كيعطي لذه خطيره. انا غادي نقدم لكم بزوج وصفات في هذا الفيديو، تفرجوا الفيديو وخذوا الوصفه. الا كان عندكم المرشم خدموها، ما كانش عندكم المرشم كذلك خدموها بالموس بالطريقه التقليديه. هذه هي، واستمتعوا لي باللذات الكعك الوجدي. خليت لكم الراحه، تهلاو في راسكم، في امان الله، ونخليكم مع الوصفه. هانتوما بنات شوفوا الفرق بين العجينة الأولى والثانية. فالعجينة الثانية هي اللي بإضافة الدقيق المحمر كتجي خطيرة، وهذا هو الكعك ديالنا. وهذه هي الوصفة الأصلية ديال الكعك الوجدي بالدقيق الأبيض. غادي نعطيكم المقادير ديالها اللي بغات ديرها، وموراها نعطيكم بالدقيق المحمر. فبالنسبة للكيسان، عندي الكيسان اللي وزنه 160 مليلتر. عندي 2 كؤوس تاع الزيت النباتية معمرة، 2 كؤوس نتاع سكر سنيده ما معمرينش حتى الفم، غير فوق النصف. عندي كذلك السمسم ولا جنجلان اللي ما محمرش ومطحون، العطريه ولا الزرارع نتاع الكعك اللي هي النافع، حبه حلاوه، زريعه البسباس، وكذلك الشنان. عندي
حبيبات السمسم اللي ما مطحونينش، ويعني حبيبات وما محمرينش. كذلك عندي روح الزهر والعسل. غادي نقول لكم علاش انا كنضيف ليه العسل. فاخواتي بالنسبه للدقيق الابيض عندي كيلو، والبيكين باودر عندي زوج لي ساشي ما يعادل 16 غرام، يعني 16 غرام خمارة الحلويات. اما المقادير الثانيه اللي هي فيها الدقيق المحمر غادي ديروا نفس المقادير مع اضافه الدقيق المحمر. غادي نشرح لكم: زوج كؤوس نتاع سكر سنيده ما عامرينش، زوج كؤوس نتاع الزيت النباتيه عامرين، جنجلان اللي مطحون وما محمرش، نافع، حبه حلاوه، زريعه البسباس، وكذلك الشنان اللي غادي نطحنوهم ونغربلوهم بلا ما نحمروهم، العسل وروح الزهر. روح الزهر البنات راه كيتباع في قريعات صغار، كيدير 7 دراهم اظن. بالنسبه للدقيق غادي ندير كيلو نتاع الدقيق، لكن غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نضيف داك الدقيق المحمر، وزوج ساشيات نتاع خماره الحلويات ولا بيكين باودر ما يعادل 16 غرام. غادي ناخذ واحد البول ونديروا فيها كيلو نتاع الدقيق الابيض. فهاد الدقيق اكيد غادي يكون مغربل ومنخول، وغادي نزيدوا عليه الدقيق المحمر. فبغيت نقول لكم الوصفه الاولى غادي ديروا نفس الشيء، لكن ما غاديش تضيفوا الدقيق المحمر. لكن الوصفه الثانيه غادي نحيد من داك الدقيق الابيض 6 نتاع الملاعق كبيره بومبي نتاع الدقيق الابيض، نحيدوها ونضيفوا 9 معالق، يعني 9 نتاع المعالق ولا الملاعق كبيره نتاع الدقيق المحمر. غادي تقولوا لي كيفاش مالك حيدتي 6 وضفتي 9؟ نعرفوا ان الدقيق ملي يتحمر كينقص في الكميه وكينقص كذلك في الوزن ديالو، فداك الشيء علاش. وبالنسبه للاخوات اللي عندهم الميزان غادي تجيو مباشره تحيدوا 200 غرام من داك الكيلو نتاع الدقيق الابيض، يعني غادي تبقى لكم 800 غرام تاع الدقيق الابيض، وتعوضوا 200 غرام تاع الدقيق المحمر صافي، ويعطيكم في المجموع كيلو. وغادي تزيدوا رشه ملح كذلك، وزوج خمارات حمر تضيفوهم في الاول، ومن بعدها غادي ديروا زوج ملاعق كبيره نتاع حبيبات السمسم ولا حبيبات جنجلان اللي ما محمرش البنات، مازال تبعوا الطياب في الفران. وهنايا السمسم ولا جنجلان اللي مطحون بلا ما نحمروه غادي نديروا 3 ملاعق كبيره بومبي. كان عندكم المحمر ديروا المحمر الا بغيتوا تحمروه، زعما انا كنقول لكم غير باش ما نزيدش عليكم تماره. هنايا عندي الزرارع، فانا غادي ندير كيف ما قلت لكم الشنان، حبه حلاوه، زريعه البسباس والنافع، غادي نطحنهم بلا ما نحمرهم ونغربلهم، وندير 2 ملاعق كبيره هذه رشه ملح اللي درتها، ونضيف سكر سنيده. فبالنسبه اللي غادي يقول لي الا ما لقيناش الشنان، الا ما لقيناش شي مكون من دوك الزرارع كي نديروا، راه ممكن تخدموا الكعك ديالكم غير بالنافع وحبه حلاوه. غير شنو هي حبه حلاوه، حاولوا انكم ديروا اكثر من نافع، غادي يجيكم زوين ولذيذ على ضمانتي. لكن الا لقيتو كاع دوك الزرارع راه ما كان ما احسن. غادي ندير 2 معالق كبار نتاع العسل. فهاد العسل علاش فكرت انني نضيفها في الكعك، لان الكعك معروف عليه معجون بالماء، فداك الماء ملي ندخلو المهم الكعك يطيب في الفران غادي ياخذ لينا وقت طويل، وكذلك غادي ما يتحمرش لينا دغيا. فانا درت ليه داك العسل باش يعطيني واحد اللوين احمر ويتحمر لي دغيا ويعطيني واحد اللوين اللي هو زويون هكا. درت قطرات من روح الزهر، وهنا جيت غادي نضيف 2 كؤوس نتاع الماء مباشره على داك الخليط. من بعد ما خلطت كاع المكونات في الاول النواشف، ضفت ليهم اكيد 2 كيسان نتاع الماء معمرين حتى الفم. غادي يجيكم هو هذاك الخليط، غادي يبان لكم في الاول بحال الا شويه خفيف، لكن غير ديروا له هكا، خلطوا المكونات، غطيوه بواحد الكيس بلاستيكي بما تحضروا طاوله العمل. تجيبوا الماشينه نتاعكم، الا ما كانتش عندكم الماشينه غادي نوريكم في هذا الفيديو كيفاش تقدروا ترشموه. المهم توجدوا دوك اللاطه قدامكم، ومن بعدها تبديو الخدمه مباشره. وحاولوا انكم ما تخليوش هذه العجينه ترتاح مثلا نص ساعه فما اكثر، فغادي تلاحظوا انها كتخرج لكم الزيت. فإلا مثلا كانت يديكم ثقيله ولقيتوا ان العجينه كتطرح لكم ولا كتخرج لكم الزيت، حاولوا انكم ديروا غير هذه العمليه.
حاولوا انكم تخلطوا فقط، وهذه ديك الزيت ترجع تدخل العجينه. هذه العجينه البيضاء انا عجنتها بلا ما نصورها لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو، ولكن هذه هي اللون ديالها مقارنه مع اللون الاخر. انا درت كلشي المكونات في داك البول، خلطت بزوج كيسان تاع الماء، كل دقيق ياخد زوج كيسان تاع الماء صافي تجيكم هي هذيك، والقوام ديالها زويون. انا بحكم انه كان طير في الخدمه في هذا الكعك لانني خدمت به بزاف، فانا عجنتهم مره واحده، عجنت هذه وزدت الاخرى. لكن نتوما حاولوا انكم الا بغيتوا تعجنوا عجنوا غير بالكميه الصغيره حتى تساليوها، عاد عجنوا كميه اخرى غير كيف ما قلت لكم باش ما تبقاش تطلق لكم الزيت. اما الا طلقت الزيت غير حاولوا انكم تعجنوها مره اخرى، راها غادي تدخل ديك الزيت في العجينه. هنايا كتشوفوا الطريقه اللي نخدم بها، كندير تقريبا شوفوا صبعاني، 4 صبعان، 4 صبعان في كل حبة كعك، وغادي تجيني نيشان مع داك المرشم تاع 9 سنتيم. هذا هو القياس اللي كنديرو. شوفوا الفرق بين العجينة الأولى والعجينة الثانية في اللون، أكيد راه واضحة النتيجة. وكذلك ملي يطيب غادي تشوفوا بعينيكم كيفاش غادي يجيو بزوج بهم. عندي هاد زوج انواع نتاع المراشم، لكن بكل امانه هاد المرشم اللي هنا لتحت ما كنستخدموش، كنت درت له واحد الرشمه في شي شكل لكن ما عجبتنيش الصراحه وما بقيتش نستعمله نهائيا. كنستعمل داك التقليدي الاصيلي كيف ما وريتكم في بدايه الفيديو. كنجيب دوك الحريبلات، نحاول انني ندير بهذه الطريقه ونحطهم هكا جانبا، سواء في اللاطه مباشره، اللاطه تكون مدهونه ولا فوق منها ورق الزبده عادي جدا. الحبه اللي خدمتوها غادي تحطوها فوق اللاطه حتى تساليو مثلا تعمروا اللاطه نتاعكم، ومن بعدها عاد دوزوا عليها بهذا المرشم. هنا بغيت نقول لكم ها انتم شوفوا، حطيتهم في اللاطه، خليوهم يتبتوا شويه فوق داك الورق ولا فوق اللاطه باش ما يبقاوش يتحركوا لكم دوك الحبيبات. اويلي على الحبيبات، على الحبات نتاع الكعك ما يتحركوش لكم. يعني تحاولوا انه غير تدوروا هكا يمين يسار غادي تلقاو الرشمه. هي هذيك، هادشي اللي كاين البنات، راه ساهل، مرشم خطير الصراحه. صافي هنا كذلك بغيت نوري لكم انه عمروا لي سلاطات كاع اللي عندي، وجيت حطيتهم هكا فوق واحد اللوحه بما نطيب داكشي ونرجع نعمر الصنوات ديالي ولا اللاطات ديالي، فكنطراسيهم بكل سهوله. هانتوما ترفدوهم عادي، حاولوا انكم ما تعوجوهمش. وبالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش المرشم يقدروا يرشموه بهذه الطريقه، يا اما مايلين دوك التفليحات، يا اما كيكونوا هكا الموس واقف باش يعطينا شكل الكيكه انيقه. غادي تشوفوا كل شيء، وغادي نوري لكم اللقطه اللي مور هذه. تقدروا هنا تميلوا، تقدروا ديروا هكا عادي. وغادي نوري لكم اللقطه نتاع الاخوات اللي ما عندهمش مثلا الماشينه، فممكن جدا انكم تخدموا الكعك ديالكم بكل سهوله، لكن من الاحسن انكم تاخذوا الماشينه، راها تنفعكم بزاف بزاف وتسهل عليكم الخدمه وما غالياش. تقريبا الثمن ديالها كان من هذه 3 سنين انا كنت سولتها 80 درهم للصغيره، لكن حاليا تقدر تكون زادت في الثمن، ولكن ما تكونش زادت بزاف، يلا تكون وصلت 120 درهم. يعني شي حاجه اللي تبقى معاك ديما وتسهل عليك المأموريه. والكعك اكيد كلنا كنعشقوه ومطلوب بزاف بزاف، فمن الاحسن انك تاخدي الماشينه وتخدمي بها على راحتك. هنايا بالنسبه اللي ما عندوش الماشينه كتاخدوا واحد شويه نتاع العجينه، ممكن ديروا اكبر من هذا، انا غير العجينه التاليه درتها لكم هكا. تقدروا تاخدوا اكبر من هكا العجينه، تبسطوها على شكل مستطيل وعطيوه يعني الحجم يكون هكا طويل، وحاولوا انكم تقطعوه بهذا الشكل، فغادي يعطيكم حريبلات بحال الا خرجت من الماشينه. صافي، يا اما تطراسيوه بالسكين ولا تطراسيوه بالمقص اللي بغيتو نتوما، وهكا غادي تكون عندكم الكعكه واجده. حتى بلا ماشينه غادي تجيكم سهله، لكن الماشينه تبقى اسهل واسهل. فنتمنى اللي وصلت حتى لدابا تخليو لي لايكاتكم، تخليو لي تعاليق كثيره، وكذلك تجربوا هذا الكعك وتبارطاجيوه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده، وكذلك باش تدعموني وتعاونوني على انتشار الفيديو. هادشي اللي كاين البنات،
فغادي نزيد معكم هكا، تقدروا ديروه مائل او تقدروا ديروه افقي. والكعك ها هو عندنا واجد.